طباقه وتتغلف وينشغل عليها. فنسوي هسه انا هنا مثلا مسويه شغل يسموه التقطين، انه تحط سفنج او بوليستر او قطن وبعدين تمشي عليه ثقلات، يعني ينطيه شي فخامه شويه رويال، وبعدين نسوي عليه تنزيل ونغلف بيه هاي وتنحط بيه الهدايا اللي تتقدم للعرس. طبعا الناس طبعا تتفنن بهاي هذا الموضوع يعني، وخصوصا انه اكو طلب عليه من الناس، لانه غالبا اللي موجود بالسوق يكون يعني تقليدي يتشابه يعني في الاغلب. فمن يكون مثل هذه الاشكال المبتكره اكيد حيكون عليها طلب. فاسال هنا على التسويق، يعني شلون يعني تسوقين ما تقومين بعمله مثلا يعني تجاريا؟ يعني أنا مثلا اكو شغلات أنا يعني اشتغلها على الاوردر. يعني مثلا الاشياء الاعراس او جهازات البيبي، مفارش، هاي أنا اشتغلها على الاوردر يعني. لان أنا تدري مهما يكون الوقت هو ما يكفي، أنا مو ماس برودكشن يعني اسوي كميات كبيره، أنا على الوقت اللي عندي بالبيت اسوي لي شغله شغلتين. فهذه اللي يطلب يعني اسوي له من هاي الشغلات. بس مثلا اللوحات لا، اللوحات يعني ما اقدر اخذ اوردر، لان انا ما اعرف ايش تجيني فكره او هذا واحد. اسويها. طيب ايضا تسوقين، ايضا تبيعين اللوحات؟ مو اقول لك هاي شغله جديده، يعني انا بعت قسم من هاي اللوحات وكان لهن صدى طيب والله. طيب هنا انت تتعاملين مثلا مع مشغل معين، مع محل، مع جاليري، حتى ممكن تسوقين هذه الاشياء؟ ما مفكره انت مثلا يكون لك محل خاص او معرض مو خاص دا اقول لك الشغل اليدوي يعني انا يحتاج الى وقت حتى يحتاج تسوين الى وقت. كميه. فهذا انت محل عندك تحتاج يعني ديمومه له، فمو ممكن يكون بس انتاجي بمحل. يعني انا ما عندي فد خط انتاج واطلع مثلا اطلع لك مثلا هالقد كميه باليوم، لا يعني شغلات على توصى. طيب من شفتي انه الموضوع بدا ياخذ صدى جيد والناس الطلب اكيد زاد بعد انه طبعا مثل ما تكلمتي، ما فكرتي في انه تعلمين مثلا ممكن فتيات سيدات بحاجه الى عمل تعلميهم، وبالتالي يكون لك معرض خاص بك ويكون ينتجون هذه الاشياء، وخصوصا اللي يمتلكون المهاره اللي ممكن انه تنميها انت من خلال تدريبهم؟ ما فكرتي بهكذا شيء؟ لا طبعا اتمنى وخصوصا انه البنات اللي نقول صغار اللي هم التينيجرز المراهقات، خصوصا اكون خريجين مدارس تصميم وخياطه، صحيح المدارس صحيح. المهنيه. بس اني اتمنى انه ذول البنات الصغار اللي عمر من 14 الى 18 20 سنه انه يتعلمون هاي الشغله. وفعلا اني اكو يعني شغله هي معروضه انه في يعني احد المعاهد الخاصه اللي تعلم لغه انه راح يفتحون قسم للفن، وده يصير اتفاق على هذا الشيء، انه ولو نبدي نعلمهم مبادئ خياطه او شلون يعني شلون هي تخدم نفسها بهاي المهنه اللي تتعلمها. مو شرط هي مهنه يعني، بس هي فد يوم احتاجت تطلع يعني وتريد ترتب يعني ملابسها، تغير موديل، يعني تسوي صراحه شيء. ممكن اكو كثير الان من بناتنا من اخواتنا ممكن محتاجين الى عمل بسبب الظروف الاقتصاديه، لأن ممكن وهذا طموح بانه الفرد انه يزيد من دخله وبالتالي يفيد عائلته. فممكن انه هذه الاشياء تسبب لهم مصدر دخل اضافي طبعا وهو فن جميل بنفس الوقت. طبعا. فممكن انه اللي بحاجه الى عمل يكون لها مثل هذا المشروع. صحيح. بالتعاون مع حضرتك ممكن صحيح. تتبنين، بس لازم تكون عندها هي رغبه داخليه ايضا وعندها صبر. عندها صبر انه لين هاي الشغله اني مثلا ما طلعت مثل ما اني اريدها، ما اقول اوه هاي شو اعوفها، لا افتقها وارجع اسويها الى ان اطلعها. تعرضين لهيج مواقف اثناء عملك؟ طبعا خاصه بالبدايات يعني ماكو واحد راسا صار، همينا سقطنا هوايه شغلات تلفي اشياء كذا طبعا هي حتى يطلع. الان ايضا اكو تلفيات؟ لا الحمد لله والشكر الى شويه. طيب خليني ايضا اسالك عن مساله اخرى مهمه، انه ما فكرتي في انه تسوين معرض تعرضين به اعمالك، حتى ممكن انه ايضا والله هي يطلع عليه الكثير من كانت الناس؟ قائمه هاي فكره المعرض قبل فتره، انه بس انه يسوي معرض انه واسع يشمل كل المنتجات، اشياء للاعراس بالنسبه لجهازات الاطفال، المفروشات، التيبل لامبات، او هوايه افكار هي اكو. وكل ما ابدي اريد احضر له كانت الظروف تبدي تصير يعني مو يعني، بس هسه ان شاء الله قريبا
دا احضر هسه اني المعرض الاول اللي راح يكون للوحات. فقط يعني اللوحات؟ اول معرض ان شاء الله يكون للوحات، ويتبع معرض ثاني يشمل كل الاشياء يعني. اذا ان شاء الله نكون كاميرا يوم جديد طبعاً موجوده ان شاء الله، ان شاء الله انتم سباقين بتغطيه هاي ان شاء الله. وايضا اشوف هنا هذا التيمبل مثلا اللي مشغول بطريقه حقيقه اشوفها مبتكره. يعني نوع القماش وايضا القاعده اللي مستخدمه بها الحبال. هذه القاعده اكيد موجوده باكثر البيوت العراقيه. هاي بالحقيقه كانت تجي شيش مال خل يسوون بيها خل، دبات الطرش، مو البلاستيك بس هي زجاجيه وتجي بها يدات. نعم. فاكيد يمكن واحده هسه اذا تصعد للسطح تلاقي بيت اهلها اكو فدش كم واحده غلفتها بحبل. وهذه قلاده من عقيق صناعي كانت موجوده عندي، هم ثبتتها على الحبال. بالنسبه للشيد، هذا الشيد هو جاهز. طيب. القالب يعني مالته، لان هذا تدري حديد وما حديد. القماش مالته هذا بالحقيقه هي خامه بيضة، يعني الخامايه لونها ابيض مال القماش، شويه قماش ثخين، واني صبغته وظللته على، يعني انت هسه ما تحسه لون واحد، تحسه عده الوان. نعم. انطيته عده تموجات من اللون البرتقالي والذهبي وشويه على بني. وشوف اكثر من خامه ايضا ضايفه عليها طبعا، وغرز بالماكينه، يعني هاي الفري هاند امبرودري موشن. يعني احنا نحرك، مو هي التقلات يعني مو استخدم الغرز التطريز اللي بالماكينه، لا اني احرك حتى تضيفين عليها هذه الاشكال وهي الضربات. طبعا وعده خامات قماش والوان وفد شكل يعني مو معين مثلا. بس ممكن هذا اني اسوي ورد، ممكن اسوي تراثي شناشيل يكون بلون الشذري، نخلي 7 عيون، نخلي. كنا نشوف اللوحات هذه ايضا اللي موجوده الان معانا في يمكن موجوده الان حتى نشوفها على الشاشه. اشوف انه مشتغله انه اشكال تقليديه بها شناشيل يعني قبب، نخيل. هذا يعني استوحيتيها من البيئه يمكن. هاي اي يعني الشغلات التراثيه ترى حلوه وغنيه يعني، خاصه العماره القديمه البغداديه، اكو الاقواس والشناشيل والقباب. يعني حتى بديت هسه يعني افوت ادور، يعجبني اروح بالاماكن اللي بيها القي بنايات قديمه، يعني مثلا من يم شارع المتنبي والقشله والهاي، تلقي انت بنايات قديمه اصفن بالشباك بالتفاصيل ممكن انه توحي لك الفكره في ان تنفذيها بلوحه، مو شرط يعني فكره بس اقدر اخذ تفاصيلها يعني من الواقع. ايضا اكو ممكن الان اشوف انه مختلفه الالوان والخامه مستخدمه الباك جراوند اسود. هذا نيلي غامق او يعني كحلي يمكن نطى الالوان صارت قوه. هذا المقصود حتى ممكن انه تبرز باقي الالوان. اي ممكن. ونوع القماش هنا ايضا هذا شويه بالنسبه للاقمشه مال اللوحات البيس اختار خامه تكون شويه قويه، يعني شلون كانما اقمشه التنجيد او هالشكل حتى تتحمل الشغل والشد. ما راح اختار اقمشه اللي هي تعرف تكون بالشد. اشوف ايضا اكو تفاصيل، وهذا يمكن دقم مستخدمه ايضا، خرز ودقم، وحتى اكسسوارات قديمه مثلا مكسره او رايحه مودتها. يمكن اللي بالبيت بعد يخافون يخلون يمة قمصان شيء. يمكن نشوف لانه كثير من التفاصيل مستخدمه. اكو ايضا خيوط. هذا يستغرق وقت طويل. اي طبعا كلش وقت طويل، يعني مرات مثلا تفصيل واحد بيت او فد شيء اطول به كلش هوايه. مثلا يعني قد يستغرق يعني مثلا اللوحات اكو تاخذ يعني بالاشهر، تدري لين اقعد اكو شغلات بالايد اسويها، واكو شغلات لا بالماكينه، وعما الاقي الخامه المناسبه اللي تنطيني او التكستشر اللي ينطيني هذا الافكت اللي انا اريده مثلا. طيب بنفس الاثناء ممكن انه تشتغلين اكثر من عمل، مثلا شويه تشتغلين بهذا التركي وتشتغلين بعمل ثاني، ولا تنجزين العمل كله اللي بايدك يلا تنتقلين الى الثاني؟ يعني اغلب الاحيان انجز العمل بايدي قبل ما اروح. ما تشتغلين يعني مثلا شغلتين ثلاثه في نفس الوقت؟ نادرا ما، بس مثلا اكو مثلا هذا خط اللوحات، بس مثلا اذا عندي لا مثلا عندي مثلا تجهيز مثلا مرة حامل وتريد توصي جهاز للبيبي مثلا،
لا مثلا ابدي كلها اقطنها واحط لها الفستوات واسوي التقات مالها وبعدين اختار الصور. بما انه ذكرت يمكن انه اكو ناس يوصوك ايه. ومراه حامل ايه. مثلا، هل في هذا الوقت اللي المنتجات المستورده ممكن السوق مليان بكثير من الاشياء واحيانا ورخيصه باسعار رخيصه. انا رخيصة. هنا اسالك انه ايه. اكيد بما انه العمل يدوي ياخذ وقت طويل راح تكون سعره اغلى من اللي موجود بالسوق، طبعا اغلى من السوق، وخصوصا انه مع وجود خامات كثيره. صحيح. كيف ممكن يلجؤون الناس الى ممكن اكو الان ناس تلجا اليك وتوصيك وفي وجود والله. المستورد الرخيص؟ اي اكو ناس تفضل يعني تريد تميز، اكو ناس تريد تميز، واكو ناس مثلا تقول لك لا يعني هذا مثلا المنتج اللي هسه المستورد من مناشئ يغنيني رخيصه اغسله غسله واحده تلف عندي، بينما مثلا اني هذا المفرش او المهد ربيت بيه جهال اثنين ولي هسه بعده حلو. يعني تهتمين بالكواليتي جدا هنا؟ طبعا ونوع طبعا القماش؟ طبعا. اكو قسم من غراضي تربوا عليها جهال اثنين وثلاثه ويقولون لي هسه باعيها الوانها لا بهتت ولا خاماتها تاثرت ولا حتى لو تكونين صابغه هذه لا غراض البيبيات لا ما تستخدمين ستاندر؟ لا يعني ده اكثرها اقطان يعني لازم. طيب كيف يختارون اللون التصميم اذا كان انت يعني بعد ما اشتغلت اصلا؟ بني اكو صور عندك جاهزه مثلا تصاميم معينه هم باوع يطلبون هي بحدود يعني اني شغلي ما طلع يعني انه يعني بحدود المعارف مثلا اصدقاء او اصدقاء الاصدقاء يشوفون يعني شيء مثلا مشترك واحد يشوف من الله اي فمثلا يقولوا لي مثلا اني عندي مثلا حامل بولد راح نبدي نتجه الالوان الزراقات وهكذا يعني حسب ما موجود. مثلا يقولون ايش راح تسوي لنا؟ اقول لهم ما اعرف، خل اشوف مثلا اطلع اشتري القماش، مرات هي الخامه هي توحي لي انه هذا ايش راح يكون، وبالغالب انه هم راح يعجبهم. بس اكو ناس عندها طلب معين مثلا تقول اريد فلان شيء اسوي وصوره معينه تنفذيها. مرات يقولوا لي لا احنا الاغلب يعني احنا على ذوقك. لا نشوف يمكن مجموعه من اعمالك اللوحات المختلفه، اشوف انه يعني اكو فكره بالموضوع. اي يعني مرات فكر يعجبني، فكر معين يعجبني بفد حركه اوظفه واسوي له باك جراوند واسوي له مثلا ابدي اضيف له الاكسسوارات وانطيها اللي تنطي الافكت اللي اني اريده. لكن اشوف انه تستفزك الاشكال الغريبه اكثر من التقليديه حتى طبعاً. الحركه. اي طبعا. ليش تشوفين انه هذا ممكن انه يبرز جماله بشكل اكثر من المألوف؟ يعني اكو فد اشكال يعني هي مقاييس الجمال طبعا تختلف يعني مره من شخص الى اخر، من شخص الى اخر، بس اكو اشكال معينه يعني انت تحس هذا راح اذا سويته لوحه راح تبرز جمال اللوحه، وهو الشيء هم راح يبرز جماله اكثر. يعني اكو مرات هيك مخطط بسيط مثلا بمجله قديمه يعني اباعه هذا ممكن انه يصير لوحه، اوظف وياه بعد اشياء اسوي، بس مرات تشوفها انت صوره تقول ما بيها فد شيء هاي، بس لا التخيل مثلا لا هذا مثلا الفقر اذا البسه قلاده او اذا راح اسوي تراتشي بارزه او هاي لا يصير التخيل غير شكل تطلع الاشياء احلى. لا ممكن اجمل من ما انت اصلا صحيح صحيح. يمكن ايضا نشوف انه ما شفت لحد الان لوحه او عمل برجل كلها نساء. هذا مقصود يعني؟ لا والله ما مقصود، بس مو النساء اللبس مالتهم يعني بتنوع اكثر بالالوان وبالموديلات يعني الرجل يعني هم اسوي ان شاء الله على المستقبل ان شاء الله هيك فقرات، بس نسوي مثلا زي عربي او نوظفها بطريقه شويه نغير مثلا العبايه ما نسويها هي نفسها عبايه، هم شويه نعم. اذا حقيقه الحديث وياك ممتع، استمتعنا بهذه الاعمال الجميله، امنياتنا بالتوفيق والابداع والتالق الدائم، وان شاء الله نكون موجودين بالمعرض الاول. ان شاء الله تكونون انتم اول المدعوين للمعرض ان شاء الله. اذا ضيفتنا الفنانه ضحى محمد منير، شكرا جزيلا لحضورك معنا في برنامج يوم جديد. شكرا جزيلا لكم. وحقيقه مشاهدينا احنا وصلنا الى ختام برنامجنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لحسن المتابعه، نلقاكم دائما على الخير والمحبه من قناه الرشيد الفضائيه. انتظرونا يوم غد وحلقه متميزه.